أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصلت في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. شركة نيشنز اوف سكاي بتعلن عن طرح المرحلة الأولى في مشروعهم جريان في نيو زايد، وهيكون موجود لأول مرة أبراج بيصل ارتفاعها إلى 80 دور. أكد المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة العالمين الجديدة إن الساحل الشمالي بيستحوذ على 60% من إجمالي المبيعات في سوق العقارية المصرية، بالإضافة إلى وضع خطة لتحويل الساحل الشمالي إلى مجتمع سكني متكامل على مدار العام. وشركة ماونتن فيو بتفتح باب الحجز لمشروعهم الجديد كريستا في سيدي عبد الرحمن الأسبوع المقبل، ومتاح في المرحلة الأولى شاليهات 1 و 2 و 3 bedrooms وبيتش هاوسز وتاون هاوسز وستاند ألون فيلز. وأخيراً شركة مدار بتعلن عن أنظمة سداد حصرية بمقدم 5% وتقسيط حتى 10 سنوات في مشاريعهم أزهى الساحل الشمالي وأزهى العين السخنة وكنز في نيو زايد. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، استنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.